حكايات 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 جايلنا في أحلى الأوقات، مع خالته أسماء السكرة وأصحابنا في كل البلدان. هنطير سوا مع بعضنا لعالم كله مغامرات، نسمع نفهم نتعلم ونبقى أبطال في الحكايات. أصحابي الحلوين وأبطالي الصغيرين، عاملين إيه النهاردة؟ فكرتوا في إيه جديد ممكن ننفذه سوا؟ خلونا نحكي حكاية النهاردة وبعدين أعرف منكم انتوا فكرتوا في إيه. النهاردة الحكاية عن التحدي، عن العزيمة اللي بتهد الجبال وقوة الإرادة اللي بتخلينا نكمل رغم أي صعوبات. حكاية بطلتنا النهاردة البطلة القوية هدى. في وادي الأحلام اللي دايما بنسافر له مع بعض كان في جبل عالي جدا قمته واصلة للسحاب، وفوق القمة دي في ريشة سحرية اللي بيلمسها يقدر يحقق أي حلم في الدنيا. أبطال كتير قوي حاولوا يطلعوا لفوق بس لقوا إن الموضوع صعب قوي عليهم، ورجعوا وقالوا خلاص بقى مستحيل، محدش هيقدر يطلع الجبل ده خالص. الجبل ده عالي جدا والصخر بتاعه بيزحلق، إلا هدى بس هي اللي وقفت قدام الجبل ولبست الكوتشي بتاعها المخصوص للمغامرات وقالت بضحكة واثقة من نفسها مفيش مستحيل طول ما قلبي فيه إصرار وعزيمة، وقبلهم طبعا إيماني بالله سبحانه وتعالى إني فعلا هوصل. بدأت تتسلق الجبل وتطلع واحدة واحدة، خطوة تقع وخطوة تقوم. تفتكروا يا صحابي هي وقعت كم مرة؟ مش مرة ولا 2 ولا 3، دي وقعت مرات كتير قوي، بس قامت ونفضت الهدوم وكملت مشوارها اللي هي مقرراه من الأول. الشمس كانت حامية عليها جدا وشديدة، ولكن هي شربت بق مية وقالت أنا أقوى وهقدر أكمل وربنا هيعني وهيقويني. وفجأة بعد تعب ومجهود كانت هدى هي الوحيدة اللي واقفة فوق السحاب ولمست الريشة السحرية والوادي كله نور باسمها. عارفين يا صحابي هدى نجحت ليه؟ مش عشان هي خارقة يعني ولا عندها إمكانيات مش عندنا، لا خالص، عشان هي عندها عزيمة بتهزم الخوف وإصرار بيكسر الصعب. أصحابي الحلوين يا بسكيت قلبي، خليكم دايما زي هدى، مفيش كلمة مش هقدر، نلغي كل الكلمات السلبية من قاموسنا. احنا نقدر واحنا فعلا أبطال، وبالإرادة هنوصل لأبعد نجمة في السماء. أنا بحبكم قوي قوي يا صحابي وبفتخر بيكم دايما. كانت معكم خالته أسماء، باي باي. كنا معاكم في رحلة جميلة، نورتونا بضحكة بريئة، هستناكم يوم ورا يوم. لو نسيتوني هنسى برقتي وهبقى غريقة، بحب وجودي وياكم يا حبايب قلبي سماسيمو.